السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل مع بعض الكابوريا الجميلة دي ونعملها الشوربة بتاعتها. بصوا، اول حاجة هنبتدي ان احنا نغسلها كويس جدا، نغسلها كذا مرة علشان بيبقى فيها رملة كتير، فانا نغسلها كذا مرة وننقعها في مية برضو، يعني نسيبها في مية فترة عشان خاطر تشيل كل الرملة اللي فيها واي حاجة فيها. بصوا، اول حاجه في الجزء ده بنشيله عشان ده بيبقى تحته ميه كتير، رمله قصدي كتير. هنشيله كده ونشيل الحته اللي هي ايه، اللي هو بتبقى زي الاجزاء اللي هي زياده في السمك دي برضو، فاحنا هنشيله. بصوا اهو كده معانا، ونغسلها برضو كويس جدا. وهنجيب الميه اللي هو يعني نفضل نعمل عليها. بعدين يا جماعه بصوا، هنجيب اي فرشه اسنان عندنا ونفضل كده نعمل فيها كويس جدا علشان خاطر لو في اي رملة او في اي حاجة تتشال، ويعني ان احنا نبقى عملناها كويس جدا. ما نحتاجش ان احنا ما نحتاجش ان احنا مثلا واحنا بناكلها نقول ان هي فيها رملة او حاجة او كده. لا، هو برضو بوريكم تاني الجزء ده هو بيتشال. بس بنشيله كده سهل جدا على فكرة يا جماعة، مش صعبة ولا حاجة، بنشيلها كده على طول. بصوا اهو كده. عملتها كلها. اول حاجه بقى نبدا بالخلطه، حطيت توم وكمون وكزبره وملح وفلفل اسود وفلفل حامي، وبعدين بقى فرمتهم في الخلاط، وبعدين هحط عليهم 3 ليمونات كبار كده اهو، وهحط عليهم 3 معالق زيت وهقلبهم كويس جدا. جبتها كده في الحله، حطها في الحله الكابوريا بعد ما غسلناها كويس جدا. بصوا بقى شكلها اصلا باين عليها النظافه. احط بقى عليها الخلطه دي، وهحط عليها خضروات. الخضروات الخضروات يا جماعه عباره عن فلفل وطماطم وليمون وبصل وكده اهو. قلبتها سواء كده بعد ما استوت معانا. هحطها على نار هاديه وهسيبها، هقفلها واقفل عليها الحله واسيبها بقى تستوي براحتها. بصوا بقت معانا جميله وعملت شوربه تحفه جدا. بس شكلها اصلا باين. بصوا الشوربه بتاعتها والله طعمها خطيره، يعني زي المطعم. بصوا القعده دي بقى خدت بقى اللون البرتقاني كده معانا. اول ما تاخد اللون ده هندفع عليها على طول. بس لازم النار يا جماعه تكون هاديه عشان خاطر اللحمه اللي جوه تستوي، ما تستويش من بره بس، يعني كله يستوي. باي.